السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة بنت لالا نجية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله اليوم في هذا الفيديو غادي نخدم معكم هذا الموديل كيف كتشوفوا معايا في الصورة. ولهذا الموديل كنحتاجو 3 متر اللي كنحتاجو ديال الثوب. بالنسبة للسيدات اللي مثلا الطول ديالها متر و40 مثلا، يعني هاد القياس هذا، اما الا كانت الطول ديالها كيتجاوز هاد الطول هذا، مثلا عندها متر ونصف ولا، كتحتاجي الطول ديالك مرتين زائد الطول ديال الكم. وغادي تخدمي عفوا الثوب من الجهة ديال الطول، يعني عكس ما انا فصلت الطريقة اللي فصلت بها. لا، انت غتخدمي من الجهة ديال الطول، غادي تفصلي الامام، بعد تفصلي يعني طوي الثوب من الجهة ديال الطول، ماشي بحال اللي درت انا دابا. هنا كيف كتشوفوا معايا اخواتي غادي نقصوا من ديك 3 متر، غنقصوا منها 65 سنتيم. بالنسبه للسيدات اللي ما واصلينش الطول ديالهم متر و40، يعني راه ما تحتاجش زعما تزيد في الثوب، راه كافي هذا 3 متر. راه هنايا الموديل اللي كنخدم فيه راه فيه متر و40 سنتيم، زائد قيمة ديال الخياطة راه داخلة في هذيك 3 متر. هنا من بعد ما نقصنا 65 سنتيم ديال الكم، غادي نجيو للثوب. شوفوا معايا الطريقة باش طويتو، حافة على الحافة اولا الحاشية على الحاشية، ها هي. يعني الحاشية ديال الثوب ولا الحافة ديال الثوب تكون الفوق، وكتجينا حتى في التحت ديال الموديل، اسفل الموديل. بعد ما طوينا الثوب على 4، موديل ساهل وبسيط. نتمنى ان شاء الله حتى نتوما تطبقوه بصحة وراحة. كناخدو اخواتي العرض ديال الموديل، العرض ديال الكتف عفوا. عندي بالنسبة لي هنايا عندي 40 سنتيم، تقسمت على 2. غادي نضيف حق الخياطة يعني سنتيم، هي 21 في المجموع. عندي 8 سنتيم الرقبة، هذه غادي نديروها لكل شيء زعما يخدم ب 8 سنتيم. كنزلو ب2 سنتيم بالنسبة للخلف، نسقطو الكتف ب3 سنتيم، وغادي ننزلو اخواتي بنصف عرض الكتف اللي هو 20. كل وحده تنزل بالمقاس ديالها، غير هو هذا المقاس هذا راه تقريبا ستوندار، راه يلبس لكل شيء. الا اللي كانت شي وحده نحيفه ولا هذا، من الافضل تخدم بنصف عرض الكتف زائد 6 سنتيم، داخله فيها حق الخياطه. هاد 6 داخل فيها حق الخياطه، يعني 26 سنتيم صافي. وغادي نغلق هاد المستطيل اولا هاد المربع. كنزل في الامام، الرقبه ديال الامام 12 سنتيم صافي. غادي نقطع هاد الزوائد. شوفوا معايا ما كنقطعوش حتى للاخر، لان هذاك الجزء اللي بقى لينا هو الباترون ديال الكم، غادي نحتاجوه. هذا الموديل كيتفصل يعني كيترسب على الباترون، وحاولت انني نخدمه معكم بلا باترون. شوفوا معايا هنايا كناخذوا هذه المسافه ونقسموها على 2 صافي. كنقسموها على 2 ونحطوا يعني القيمه ديال الكشكشه باش نعرفوها. هنايا من الافضل انكم تدخلوا هنايا 3 سنتيم. انا نسيتها او سهو مني انني نسيت هذا الجزء هذا، ما نقصوش. كتنقصوا 3 سنتيم وتربطوها مع الكتف باش يجيكم موديل مزيان. هو الصراحه حتى هكذا جا مزيان، جا رائع. انا لبسته قبل ما تلبسوا المانكان، دائما كنجرب الحاجه قبل ما تلبسها المانكان. بالحق الا كانت حاجه ديالي مثلا او لا نخدمها للبيع وبالمقاس يعني طاي ستوندار كنلبسها بطبيعه الحال. الموديل رائع ومريح، والله العظيم انا متاكده غادي يعجبكم بزاف. موديل زعما ما نحتاجش نهضر عليه، راه هو باين. هنا اخواتي بالنسبه لطريقتي ديال اخذ المقاس، من بعد ما حسبنا 10 سنتيم وحطينا ديك القطعه ديالنا، بطبيعه الحال سنتيم فوق سنتيم، يعني سنتيم ونص فوق سنتيم ونص. وهنايا كنجيو نحسبوا. طريقتي في اخذ المقاس راه كناخذ الدوره سنتيم لاصق، ما يكونش مرخوف، مضبوط على الجسم. قسمو على 4 وكنضيف. بالنسبه لهذا الموديل غادي نضيف غير 3 سنتيم لان فيه كشكشه. ربع الصدر اللي بغات تخدمو كمشروع، يعني هذا راه طاي ستوندار بالنسبه اللي بغات تخدمو كمشروع. ربع الصدر 25 زائد 3 سنتيم هي 28. نصف عرض الكتف 20. طول متر و40 زائد قيمة الخياطة يعني 4 سنتيم، أو على حسب. بالنسبة لهذا القياس هذا، الطريقة اللي طويت بها الثوب يعني ما بقاتليش 4 سنتيم كافية باش نكون معكم واضحة. تقريبا 3 سنتيم هكذاك ولا، ولكن جاني هو هذاك يعني في الطول جا مزيان. لأن قيمة الخياطة في القصة ديال الصدر حنايا خديناها، يعني ما احتاجيناش نزيدوها في الأسفل.
دونك الزيادة اللي زدتها راه غير خياطة الكتيف زائد الأسفل ديال الموديل كافية. صافي هنا كيف كتشوفوا معايا راني رسمت هاد الإطار، هاد المربع هذاك هو الباطون ديال الكم، وهنايا كنمشيو نيشان بواحد الخط يكون مقاد مع هذاك الكم، يعني ملي نحطو مثلا مسطرة اولا سنتيم يكون واحد الخط جاي نيشان. صافي ومن بعد غادي نقطعو الزوائد ونخليو هاد الطراساج اللي طراسينا، لان دابا هذا هو الباطون ديال الكم. بحال اللي شرحت لكم السيدات اللي طوال ياخذوا الطول ديالهم مرتين زائد الطول ديال الكم، وهكذا غتفصلوا الموديل ديالكم، يعني يكون الطول كافي. هنا ضروري ديروا واحد السهم في هذيك القطعه باش كنعرفوا الجهه اللي غادي تلصق في يعني في الجهه ديال الكتف. هنا 10 سنتيم ديال الكشكشه، وكنحسب من بعد ربع الصدر زائد 3 سنتيم نحط واحد العلامه. صافي اما الباقي غادي نقطعوه. الطريقه باش غادي نقطع غادي نخلي داك الكلوش كامل، لان الموديل الصراحه تحفه تحفه رائع بزاف، عجبني بزاف. شوفوا معايا كيفاش خليت ديك الكلوش في الاسفل كامله، موديل مريح. هكذا غادي نخرج بحالي. صافي وهنا اخواتي غادي نجيو لكم نخدمو حتى هو. هنا كنديروا واحد العلامه، هذه الجهه اللي غادي تكون تلصق في الكتف، يعني هذه الجهه ديال الكم اللي غتلصق في الكتف. كناخذوا 65 سنتيم، هي هذه، وكنطووها بحال دائما اللي كنطوو الثوب ديالنا. علاش ديك 65 سنتيم؟ باش كيجينا هذاك الكم فيه كشكشه من جهه الكتف، وكذلك كيجي داك الكم منفوخ ولا كما كنقولوا بومبي. هنايا اخواتي غادي نحط هذيك القطعه اللي احتفظنا بها، اللي هي تقريبا كنحسبها هي الباترون ديال الكم، يعني نقصناها من الاول. غادي نحاول نقاد الثوب ديالي ولا نضبطو باش ما يكونش عندي مشكل في الفصله، لانك تعرفوا الكريب كيتحرك الثوب بزاف. نقطع هاد الزائد هذا، يعني هذيك الحافة، ومن بعد غادي نحسب 1.5 سنتيم ونصف ديال الخياطة اللي غادي تخيط مع الكتف. وناخد هاد القطعة هادي بهذا الشكل باش تشوفوا معايا شنو بقى لينا. هذه الزيادة اللي بقات لينا غادي تكون كشكشة. بالنسبة اخواتي هاد المقاس اللي عطيتكم، هاد القياس اللي غادي تشوفوا معايا هو تقريبا راه ستوندار، غير هو ما غاديش نلبس لكلشي. بالنسبه للطول لكم كاينه السيده اللي عندها 60، كاينه اللي 70، على حسب كل وحده. كاين اللي قل، احسن تحطوا المقاسات ديالكم. هنا اخواتي الطول ديالكم 58 زائد 6 سنتيم ديال الخيط المطاطي اولا لاستيك، يعني كل وحده تحط الطول ديالكم ديالها وتزيد 6 سنتيم ديال لاستيك. العرض ديالكم هو 22 سنتيم، وتبقى اختيار، يعني ديروا القياس اللي بغيتو نتوما، لكن كنحاول انني نطبق لكم الموديل كما في الصوره. هاد المقاس هذا اللي كنعطيكم يعني بحالو بحال الصوره اللي شفتو. 22 سنتيم هي مزيانه. الا كانت شي سيده ولا شي بنت اللي نحيفه اولا ضعيفه تقدر تنقص ديك 22، تنقص منها شويه، مثلا تقدر دير 20، لكن الموديل جاي هكا جاي احسن. هنا اخواتي غادي نفصلو نقصو داك، يعني نقطعو الجهه ديال الرقبه. الافضل اخواتي ما ديروش خطأ اللي درت انا، واللي هو انني نسيت الخلف، ما درتش في ديك الفتحه وما فصلتلوش التبطين على حسب الفتحه. انا فصلت التبطين على اساس انه ما فيش فتحه، لكن الحمد لله في الاخير دبرت الامور ديالي في العمل، يعني حيت المحل ما ديتش معايا داك القطعات ديال الثوب. الحمد لله ان كانت واحد الشريط تقريبا، واحد القطعه فيها شي 3 سنتيم ما مقداش، كنت ربطت بها الفصاله من بعد ما كملت الفصاله، وهذيك هي اللي استعملتها في باش فينيت بها الكول، باش
شطبت بها الكول اولا فينيتو. هنا غادي تكون الكشكشه كيف كتشوفوا معايا. كنحطوا ديك القطعات ضروري سنتيم ونص فوق سنتيم ونص باش هكا كنضمنوا ان قيمه الخياطه غتكون وما يجيناش الموديل قصير. السيدات اللي طوال نتمنى انكم يعني 3 متر راه ما كافياش بالنسبه اللي كنقصد طوال، يعني اللي عندها الطول ديالها كيتجاوز متر و40، يعني مثلا عندها متر ونص ولا على حسب. افضل انكم تاخذوا الطول ديالكم مرتين زائد الطول ديالكم، زائد الطول ديالكم وزائد شي حاجه تقريبا 6 سنتيم هكذا ولا، باش يكون عندكم ديك الكشكشه في الكم، ديك الزياده تكون عندكم في الكم. كيف لاحظتوا معايا هنايا راه حنا حطينا قطعنا من 3 متر، قطعنا منها نقصنا منها 65 سنتيم. يعني نتوما تاخدوا الطول ديالكم مرتين زائد 65 سنتيم. ديك 65 سنتيم هي ديالكم الطول ديالكم مرتين. بالنسبه لشي وحده اللي طويله كنتكلم على اللي طوال بزاف، هنا راني فصلت التبطين ديال الامام ولكن الخلف ما فصلتش على اساس انه فيه فتحه. هذه سهو مني نسيت. افضل ما ديروهاش نتوما. هنا لاحظوا معايا غادي نفصل التبطين عادي وكأن الكول كافي، لا مديروش هذا الخطأ لان نسيت. ها هو المفروض انني ندير فتحه في الخلف وحتى التبطين يكون فيه فتحه، ولكن حتى الاخير طريقه الخياطه عاد صلحت داك الخطأ. بعد ما كملنا اخواتي الفصاله نمشيو لطريقه الخياطه. كناخذوا الجهه الامام الوجه على الوجه، يعني التبطين مع الموديل. بعد ما خيطتو كيف كتلاحظوا معايا ضروري ديروا واحد الكرانات باش الكول ما يجيكمش فيه ما يجيش فيه داك التكماش. غادي انا تعمدت انني نخيط واحد الجهه ما فيهاش الكرانه والجهه الثانيه درت فيها كرانه باش تلاحظوا الفرق. فاش غادي نقلب الكول غادي تشوفوا الفرق. هنا غادي نخيط الكتف. طبيعه الحال راه الكتف ما غاديش يوصل لكم كامل، يبقى لكم تقريبا سنتيم. ديال هذيك السنتيم هي ديال القيمه اللي خيطناها. هذيك السنتيم راه عندها ديك القطعه اللي غادي تخيط معاها. لاحظتوا معايا داك الجهه اللي مكمشه غادي تبان لكم. وهنا تذكرت بانني ما درتش فتحه وعاد غادي نصلح الخطا، هو هذا اللي تكلمت لكم عليه. فتحه تكون فيها تقريبا 8 سنتيم في الخلف. شنو اللي غادي باش نقاد دابا الامور ديالي. هذه هي القطعه اللي تكلمت لكم عليها، راه كانت طويله غير انا قطعتها على اثنان. قطعتها يعني خديت منها قياس ديالها ماشي على اثنان. غادي نجي دابا للتبطين وغادي نقطعو على اثنان باش نصلح باش يعني نقد الموقف. صافي غادي نخيط دابا هاد التبطين كيف كتشوفوا معايا عادي. هاي السنتيم اللي تكلمت عليها راه كتجي في بلاصتها. صافي باش الا وقعت لكم انا تشاركت معكم هاد الخطأ هذا، كان بامكاني انني نوقف التصوير ماشي مشكل عندي ونخليه حتى من بعد تمشي للدار ونجيب الثوب ونفصل التبطين وداكشي كامل، لكن تعمدت اني نحط لكم الطريقه باش لا قدر الله درتو هكذا تعرفوا كيفاش تصلحوا الخطأ ديالكم. احيانا ما كيكونش الثوب كافي بعض المرات باش تفصلوا التبطين، يعني تقدروا ديروا هاد الطريقه هذه. لاحظوا معايا دابا من بعد ما خيطنا عادي غادي نجيو لهاد الفتحه وغادي ناخدو ديك القطعه اللي قلت لكم تقريبا فيها 3 سنتيم. راه حتى الحافه ديال الثوب استغليتها لان ما كاينش شي بديل، يعني ما كاينش الحل. غادي نخيط هنايا هاد الراس ديال هاد القطعه هذه ونقلبها، وغادي نحسب دابا ديك الفتحه القيمه ديالها كامله باش نحسبها ماشي بالسنتيم غير بهذيك القطعه نيت.
كنجي من البداية كنحط هاد الشريط وكنبدا ندور على ديك الفتحة نشوف القيمة اللي نحتاجها كاملة. صافي هذه القيمة اللي كنحتاج. أخواتي فضلا وليس أمرا كنتمنى أنكم اللي باقا ما اشتركات باش تستافدي أو باش تستافد، من الأفضل أنكم آه، تشتركوا في القناة باش إن شاء الله يعني تستافدوا من كل فيديو، أي فيديو حطيتو تستافدوا منه يمشي يوصلكم الجديد. وكذلك فضلا وليس أمرا أنكم ديروا لايك، هكذا كتشجعوني أنني نزيد نحط لكم موديلات شي حاجة اللي نتوما محتاجين فيها. هنا غادي نصلح يعني الخطأ ما غاديش يبان، بالعكس غيجي مزيان. نطوي هنايا تقريبا سنتيم ديالي عادي. لأن مع الضغط ديال العمل وكثرة ما شاء الله الخدمة وهذا، يعني إنسان بزاف أنه ما يركز على الخدمة وهذا، فضروري كيكون البال ديالي مع الخدمة. بعض المرات كيجي شي تليفون كتنسى. صافي وحنا صلحنا دابا الخطأ اللي درناه، ماشي خطأ يعني غير مهم داكشي اللي نسيناه حنا صلحنا دابا الحمد لله. لاحظوا معايا هنايا غادي نخيط على شكل في، وهنا غادي ندير واحد طراقة اولا الزر اللي كيكون ديال الحديد، كتكون ديك الزر كيكون الطراقة تنقولو حنا طراقة صغيرة. صافي غادي نديرها في هاد البلاصة. صافي دابا مزيان الحمد لله. يلا نكملو دابا العمل ديالنا. شنو غادي نديرو؟ كناخدو لكم، شوفوا معايا هذه الزيادة اللي عندنا هذه غتكون كشكشة. كنكبروا اخواتي الغرزة رقم 5 او المهم تكبروا الغرزة. واحد الاخت كانت قالت لي بان كاين دواس او الصباط ديال الكشكشه، ان شاء الله غادي نبحث عليه ونجيبه ان شاء الله باذن الله. غير كما كتعرفوا مدينه صغيره يعني بعض المره ما كنلقاوش اي حاجه. بعد ما درت الكشكشه كنحاول نجمعها في الوسط يعني باش يكون الموديل ديالي بحال الموديل اللي كاين في الصوره. الموديل راه سهل ولكن اهم حاجه هو اللبس ديالو مرتاح بزاف. غادي نستمر اخواتي بالخياطه هنايا نكمل هذا الكم هذا. كشكشه دائما تكون من الفوق باش كنتحكموا فيها وما يعني نقادو ديك البليات او الكشكشه. هانتوما كيف كتشوفوا معايا الكم هو هذا كيجينا بهذا الشكل هذا. الكم راه عريض ما شاء الله ولكن مريح، خاصه بالنسبه للصيف ولا يعني حتى البرد تلبسو تحت منه شي حاجه راه كيجي عملي وكيجي رائع خفيف في اللبسه ديالو. ندير واحد النقطه هنايا العلامه في المنتصف ديال القطعه ديالنا، وكذلك بالنسبه لهذا الجزء هذا ديال الامام. ماشي مشكل سواء بديتو من جهة الأمام أو الخلف، نفس يعني ما كاينش شي اختلاف. حددنا دابا المنتصف وكنجيو لهنايا هذه هي 10 سنتيم اللي خليناها أو تركناها من أجل الكشكشة، كنحددوها وكذلك كنحددو حتى المنتصف هنا كيف شفتو معايا.
هنا غادي نحاولوا نحطوا ديك 10 سنتيم خارج ديك يعني الزياده ما نحسبوهاش، ها هي ابتداء من هذاك المنتصف، والباقي راه هذاك هو المقاس ديالنا، يعني ربع الصدر زائد 3 سنتيم. ضفت غير 3 سنتيم لان الموديل فيه كشكشه. صافي دابا حددنا هذا الجزء، وكذلك غادي نحاول نحط النقطه حتى في الجهه الثانيه، ونفس الطريقه حتى بالنسبه للجهه الاخرى، يعني باش كيكون هكا يكون القياس ديالي مضبوط. كنكبروا الغرزه. وواحد الاخت، شكرا للاخت اللي قالت لي راه كاين الدواس اولا الصباط ديال الماكينه ديال خاص بالكشكشه. عرفتو اختي، انا عارفه هذاك، شكرا بزاف. ان شاء الله غادي نشوف الا لقيتو هنا، لان مدينه صغيره كنعرفوا لها بشحال من حاجه ما كنلقاوهاش. وهاد المشاغبه يعني ولفات كتدخل عندي من نهار اللي فتحت المحل هي كتجي عندي. كيعجبها اللي يلعب معاها واللي. صافي هنايا غادي نديرو كشكشه لهاد القطعه هذه. بالنسبة أخواتي للكشكشة ما كنديروش التكيش لكلشي أولا الكشكشة للقطعة كاملة، لا. لاحظوا معايا شنو غادي ندير هنايا. هاد الجهة والجهة الثانية ما تكونش فيها كشكشة. كتبدا الكشكشة ابتداء من هاد الخط هذا ديال الخياطة، من هاد النقطة للجهة الثانية. الأفضل كيف قلت لكم أنكم تنقصوا 3 سنتيم من هاد الجهة اللي فيها الخياطة. شرط لكم بواحد الخط بالأحمر، يعني غتشوفوه في الصورة سواء كان في البداية أو في الآخر ديال الفيديو اللي غتشوفوا الموديل. يعني ماشي ضروري الصراحة، ماشي ضروري، اللي ما بغاش تنقص ديك 3 سنتيم ما كاين حتى شي مشكل، تفصل الموديل ديالها بنفس الطريقة اللي شرحت لكم، عادي جدا، ما كاينش شي اختلاف، زعما غير الشكل وصافي، زعما باش يزيد يكون احسن. لكن ماشي ضروري، ممكن انكم تستغنوا على ديك انكم تنقصوا 3 سنتيم. السمر اخواتي هنا في الخياطة حتى كنوصل لهاد النقطة هادي. وهذا هو الموديل ديالنا كيف كتشوفوا معايا. بقات لينا دابا ان شاء الله الخيط المطاطي اولا لاستيك. كناخدو القياس اللي حنايا مرتاحين فيه في اليد ديالنا. بالنسبه للاستيك ماشي ضروري انه يكون عريض بهذا الشكل، ممكن تستعملوا حتى الاستيك العادي، انكم تخيطوا واحد الجزء اللي بغيتو، تخيطوا القياس اللي تخيطوا بحال هذا الشكل، تخيطوا ومن بعد تدخلوا الاستيكه ولا الخيط المطاطي حتى الاخير. انا كنت ندير هاد الطريقه هذه حتى هي مزيانه. شكرا للاخوات اللي بارطاجوا الفيديو ديالي، كيبارطاجوا الفيديوهات ديالي، يعني كيبعثوهم للناس اللي كيعرفوهم. شكرا لكم بزاف على هذا الدعم. هذا هي الشكل ديالكم. صافي دابا غادي نجمعوا لكم ديالنا من الجوانب، وانتم معايا قريبا تشوفوا الموديل ان شاء الله الشكل ديالو النهائي. اخوتي بالرغم انني عندي ضغط في الخدمه كتير ما شاء الله، تعرفوا راه صعيب فهاد، يعني ملي كيكون قريب شي عيد ولا شي حاجه كتكون الخدمه كتير، يعني كلشي كيبغي جديد، كلشي كيبغي خياط، الحمد لله. يعني ما شاء الله كاينه خدمه، لكن بالرغم من ان كاين العمل كتير يعني ما نسيتكمش. ضروري كنحس راسي عندي مسؤوليه، كنقول لا، الناس خصهم يستافدوا، بديت معاهم خصني نكمل معاهم، يعني خصني نزيد نكمل نحط لهم دروس يستافدوا منها.
هنايا حنايا في أسفل الموديل كيف كتشوفوا معايا كنطوي تقريبا سنتيم ونصف اللي طويت، وهذا هو الموديل ديالنا بدون مكواة بحال دائما. يعني ملي خرجتو من الماكينة هنايا راه مورا من بعد صلاة التراويح مشيت للمحل ديالي وخيطت لكم الموديل، لان هذه الوقيته اللي نقدر نخدم فيها شويه. هذه هي 3 سنتيم اللي قلت لكم تنقصوها الا بغيتو، ماشي ضروري. وهذا الخلف ديال الموديل هنا مازال ما درتلوش واحد الزر، تثبتها غير بواحد الدبوس اولا واحد الابره صغيره. وكيف كتشوفوا معايا لكم مريح ورائع الموديل، والله العظيم غادي يعجبكم متاكده لان موديل فعلا كيستحق التجربه. شوفوا معايا لكم يعني مريح، خاصه كيف قلت لكم سواء كان الصيف ولا كان البرد تقدروا تلبسوا تحت منه. الصيف يعني مبرد، الثوب رائع، ماشي الثوب يعني بغيت نقول لكم الفصاله. بصحه والراحه والسلام عليكم.